قرن التصريف الاعمال اللي كانت موثقه، التصريف من خلال الصور، التصريف من خلال الاعمال اللي تشكل المدرسه، اللي تشكل مبنى الفقيه، الاساتذه، المشرفين، كل الخيرات كله وتميت ما زلت يصبح كله تا ما زلت هاد الخيرات كله وتبدلي يصبح بزاف، راه كل يصبح حتى كنا سوس قدام، بحيث انا وليت قمت الرباط حتى وزاره الاوقاف حركتي اللي عمرها دار، تديت سوق المين نراك اللي عمرها دار، تديت سيفني اللي عمرها دار، نمصر الجائزه الاولى على صعيد الجهه، نمصر الجائزه الرباط على صعيد المدرسه تسير باحسن طريقه. واش كذلك الخير المجهود ديال التصريف بالصور، رد الله بالبركه وتاع التوفيق، حتى يعاون ربي العام المقبل حتى تشكل مباراه ان شاء الله. نجاحات تحققت بفضل تضحية الأساتذة الكرام وعطاء الأطر التربوية والإدارية وتسيير حكيم نال شهادة شكر وتقدير لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعترافا بحسن التدبير والإشراف، وقد ارتقت المؤسسة بمكانتها حتى أبرح عينة الوزارة ومنصب المشرفين الرحال، إذ تلقت رغبات من طالبات من فرنسا وبلجيكا لحفظ كتاب الله تحت سقفها، ولم يقتصر أثرها على الداخل بل تجاوز الحدود عبر الإعلام الرقمي، حيث حقق مقاطعها أكثر من 347,000 مشاهدة وزيارة خلال عام واحد فقط. إن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا تضافر الجهود وسعي المخلصين من الفقيه المشرف الشيخ هشام أبو سلح والأستاذ حسين خير الدين، ومن خلفهم الأطر التربوية والإدارية والقضية وأعيانها والطلبة والطالبات. مدرسة مونتور، ذاكرة العلم وحاضنة الأجيال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي سخر لنا ما قبل يوم أولا وقبل كل شيء. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المقطع فيه تحية لأطر المدرسة، مدرسة العلمية للرجل، وعلى خيرها الكثير علي وخلقها الذي لا يحصى ولا يعد. أولا أشكر مشايخي وعلى رأسهم سيدي محمد وزير طه بن فقيه الكبير، وكذلك سيدي الحاج هشام مصطفى الذين سهروا وكونوا هذا الشعب حتى أصبح في أعينكم وجميع منكم إماما باستعوان جماعة صوتيات الدار. وأشكر الأستاذ كريم والهاني الطيبة الذي قدمها إلينا جميعا لنكون في هذه الليلة المباركة، ليلة الذكر ولا الاستغفار ولا الإحياء ذكرى المولد من الوشيين. وأشكره على جميع ما يقوم به في هذه المؤسسة من إيمان ومكر ونشر. وأسأل الله عز وجل التوفيق والسلام الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أسعدنا اليوم بما حققته مؤسسة مونتور من نتائج مشرفة على صعيد الإقليم، فقد تألق طلبتنا في مسابقات التجويد ورفعوا لواء التميز في ميدان حفظ القرآن وترتيله، كما حصلوا مراتب متقدمة في الامتحان الموحد للسادس ابتدائي والثالثة إعدادي. هذه النجاحات المتتالية إنما هي ثمرة الجهود المبذولة من طرف الأساتذة الأفاضل والسهر المتواصل من إدارة المؤسسة والاجتهاد الصادق من أبنائنا الطلبة. إننا إذ نحتفي